هنلعب دلوقتي سكيتنج زي الناس ديت. جه دورنا دلوقتي يا جماعه، يلا بينا. ده روك كلايمنج، بصوا يعني حاجه جامده والله. بعدين هنا بصوا في بينج بونج، بعدين في باسكت بول، بعدين في بصوا العاب مائيه بقى. تعالي بقى نشوف مع بعض الفطار. يلا يلا بينا يلا بينا يلا يلا. يلا يا جماعه، ده المنظر من فوق. ده كان جاكوزي اوشن فيو. فوق ده يا جماعه، بصوا في هون فوق. واحد كمان. بصوا الدنيا فاضيه ازاي يا جماعه، يا لهوي. بصوا الناس كلها صاحيه ما شاء الله بدري، كله بيجري على تراك الموسم ده. احنا عايزين نلحق الجاكوزي عشان ايه؟ يعني ما نحسش ان احنا في ميكروباص واحنا واحنا قاعدين في الجاكوزي يعني. صباح الخير يا ولد. صباح اليوم فقنا على هذا المنظر. شو رأيكم؟ سبحان الله، بيفتح النفس، يخلي الواحد بده يقوم يفيق. صباح الفل، صباح النور. ازيكم يا حلوين. النهارده اليوم تاني لينا اهو في الكروز، وبنبدا بقى يومنا الساعه دلوقتي 7 الصبح. نشوف هنعمل ايه. اول حاجه جت على بالنا كده ان احنا عايزين ايه؟ ندخل على الجاكوزي. ندخل على الجاكوزي قبل ما الناس كده تيجي والدنيا تتزحم كده زي امبارح. كان حاسين ان احنا كنا في سوق السمك. اول حاجه ان احنا دلوقتي بالكارت بتاعنا بناخد فوطه، كل واحد بياخد فوطه. ليه؟ كم واحدة بدك؟ I want to. I would like to have two as well. Yeah, it's very cold. Yeah, exactly. Make sure written back here only. Yeah? Yeah. Oh, okay, we can pick it up. You can take it out. And then bring it back. But Yes. back here. $25 per unreturned towel. Yeah. Okay. لو ما رجعناش لكل فوطه ما رجعناش $25. Assalamu alaikum. السلام. طيب ننزل البول الاول ولا ايه؟ لا، شو بول اكيد رح يكون بارد. اه. طيب انا بدي اجيب قهوة اول شيء. طيب نشوف وانا القهوه فين. مبلشة من امبارح بالليل على هداك الجاكوزي. طب يلا بينا على يلا. الجاكوزي. استني اوريهم هداك الجاكوزي. الجاكوزي استني اوريكم هداك الجاكوزي اللي بتقول عليه. هداك الجاكوزي اوشن فيو. فوق ده يا جماعه، بصوا في هون فوق. واحد كمان. بصوا الدنيا فاضيه ازاي يا جماعه، يا لهوي. فعلا الموضوع مختلف تماما لما الدنيا كانت زحمه. حاطين اغاني كثير سرعة. اه. قهوة الصباح. خدت القهوه بتاعتك؟ خلينا ندوق. المشكلة انه بيعمل قهوة كثير خفيفة. في عصير تفاح وعصير برتقال هذا كمان شكله جميل. وميه. بصوا يا جماعه، الميه والايس والحاجات دي كلها بتبقى كومبلمنتري، والمشروبات دي بتبقى كومبلمنتري، بتبقى ضمن يعني الحاجه اللي انتوا عاملينه. المشكله يا جماعه ان الجو برد جدا بره. بجد ما هلا نحن بس يعني. نطلع. اه. احنا قعدنا ندور على مكان عشان رنا كانت تشرب قهوه. كنا فاكرين ان فوق في الحته اللي فيها الجاكوزي فيها كافيهات موجوده هناك، المفروض يبقى مفتوحه بس ما فتحتش لحد دلوقتي. بس اللي مفتوح هنا دلوقتي اللي هو الوين جيمر ده اصلا الاوبن بوفيه كل حاجه يعني. يلا هنطلع دلوقتي بقى نشوف الجاكوزي، هنطلع نشوف الدنيا عامله ازاي، وهنشوف النهارده يومنا هيمشي ازاي اصلا. هنشوف ايه اللي ممكن يتعمل. امبارح رحنا كاريوكي زي ما انتم شفتوا كده، كان الناس عماله تغني، كل واحد يطلع يغني شويه. رحنا لعبنا بلياردو برضه امبارح، كانت حلوه. لعبنا بيبي فوت، ورانا كسبتني في بيبي فوت، قطعتني في بيبي فوت. انا لعيب. لعبنا بيبي فوت بحوالي يعني 10 كور تقريبا. بصوا الناس كلها صاحيه ما شاء الله بدري، كله بيجري على تراك الموسم ده. كله بيجري على التراك. بصوا كلهم راضيين ما شاء الله. المشكله الارض دي يا جماعه بتزحلق، كل شويه احس ان انا هتزحلق. بصوا المنظر تحفه ازاي يا جماعه. اولويات يعني، ناس تصحى تنزل تتمشى الاول، الجاكوزي وناس تصحى تروح تتمشى. احنا عايزين نلحق الجاكوزي عشان ايه؟ يعني ما نحسش ان احنا في ميكروباص واحنا واحنا قاعدين في الجاكوزي يعني. نفتتحوا بقى. نفتتح الجاكوزي. يلا افتتاحا للجاكوزي. افتتحوا مع بعض دلوقتي. معاكي مقص عشان نقص. وقمنا الان بافتتاح يلا هتحطي الحاجات دي فين؟ حطها هنا. ماشي. ولا حلو قوي هنا. بس احنا هنحتاجها صح؟ هنطلع نحطيها. او خلي واحده هنا، خلي اتنين هنا. بصوا المنظر يا جماعه، يا سلام يا سلام يا جدعان. سبحان الله بجد، سبحان الله على الجمال. سبحان، يا لهوي كنت هتزحلق واطير في الميه. يا لهوي يا جدعان.
كل دي ناس ما شاء الله بتصبح. هنا في دش. طب يا جماعة ده المنظر من فوق من الدور السابع. يا جماعة احنا بعد الجاكوزي الراجل بيتكلم بس. الراجل ده روحه حلوة قوي، يعني الانرجي بيدي انرجي حلوة جدا كده. بيبقى كتير ده بيبقى عرفنا ايه البروجرام النهارده. الراجل الحمد لله خلص كلام يا جماعة. احنا دلوقتي بعد الجاكوزي حاسين مستقنيسين جدا، حاسين ان احنا ايه جسمنا خلاص يعني استريح مسخسخ كده مستريح، حاسين بالاسترخاء. ودلوقتي الموضوع ده بالليل. نعمل بالليل هيتلج يا بيه الجو، بس كمان دلوقتي والجو كده. يا جماعه انا كنت هتزحلق دلوقتي زحليقه يا لهوي، كنت هقع على ظهري، يعني رجلي كانت هتزحلق وكنت هقع على ظهري، بس الحمد لله رنا جنبي يعني ايه، الحمد لله يعني ايه انقذت حياتي يعني. عشان كده هكتب لها كل ثروتي. هو كده هكتب لها كل قنوات اليوتيوب بتاعتي. طيب المهم احنا دلوقتي بنشوف هيمشي يومنا ازاي. احنا يا جماعه دلوقتي هنشوف هناكل ايه. كنا المفروض هنفطر في مكان معين، بس المكان ده خلاص راح علينا، فدلوقتي هنروح لنفس المكان اللي احنا رحنا فيه امبارح اول ما جينا على طول وقت الغداء. هنروح دلوقتي نفطر فيه. تعالى نشوف دلوقتي ايه الفطار اللي موجود. هو ده المكان الوحيد اصلا الناس كلها بتيجي تفطر فيه، يعني ده المعروف الاوبن بوفيه هنا يعني. فيلا تعالى نشوف بقى عاملين ايه في الفطار. احنا الناس كلها طالعه واحنا كلنا داخلين واحنا داخلين يعني. كده محلها. بس بص الحلو في المكان ده، عايز اوريكم حاجه. الحلو في المكان ده ان انت اول ما بتدخل على طول بتلاقوا ناس كتير. بتلاقوا هنا حنفيات. جود مورنينج. هلا وشي. يس وي هاف تو واشر هاندز. اول ما نيجي لازم نغسل ايدينا الاول. تعالى بقى نشوف مع بعض الفطار. يلا بينا. لقينا يا جماعه مكان استراتيجي جامد جدا، مكان على فيو رائع جدا جدا جدا. دلوقتي تعالى بقى نشوف بقى الاكل ايه. طيب عندنا كونجي، عندنا هنا فول بيض، عايزين بين باتر. ماشي يلا. طيب انا اوريكم في السريع كده عشان ايه السريع منه يعني انجاز. ده يا جماعه اسمه ايه ده؟ مشمش بالجبنه ابريكوت كريم تشيز. هجربه. مش حاطين تركي. So ladies and gentlemen, you will be so kind. طيب ده اول طبق ايه حضرناه كده، كله سلمون بالافوكادو بالجبنه بالكيبر، فميكس كده حلو يعني. حطهم بقى هنا بصوا مع الفيو. يا سلام. طيب هنا عندنا ركن المخبوزات، كروسون ودانش. الحاجات دي شكلها حلو، شكل فانيلا دانش دي شكلها جامد قوي. مش دلوقتي، طيب بعد ناكل الاول ولا ايه؟ الشكل ما كانش واخدها. ما عجبنيش. طيب يلا. كروسون معرفش ايه نظامه. هنا في فرايد بوتيتو. هاخد فرايد بوتيتو. طيب وهنا عندنا مافن. هنا بقى الاومليت. This is pork. This is pork. Ham. Canadian ham. Yes. Okay. هام. عايزين هام يا عم. طيب هنا في pancakes بس butter milk pancakes, chocolate chip, waffles, French toast, Asian rice. حاجة هندية عايز تدوقها؟ بوري بتاع تكة. لا ده ايه ده؟ مش عايز. بطاطا هندية. انت عايزة منها؟ هدوقها بس. طيب بطاطا هندية. هنا هاش براون، كورن بيف، ده روز بيف، ده بيكن، بورك، بدك حش براون؟ chicken sausage، بورك sausage. طيب دي الاوبشنز اللي احنا جبناها بحيث ان هي ما يكونش فيها بورك ولا يكون فيها بيكن وكده، يعني اي منتجات الخنزير يعني. هنفطر ونقول لكم راينا في الفطار. قشطه يلا نشوف. وهنا يا جماعه الجيم، بصوا في ايروبكس، غرفه ايروبكس. بصوا ايروبكس، عايز تيجي تلعب تمرينات ايروبكس تيجي تلعب تمرينات ايروبكس، عايز تعمل هنا تريدميل رياضه هنا في كمان ليفتنج ويت ليفتنج، عايز تشيل اوزان. وبعدين عندكم بصوا الفيو انت ماشي، بصوا
بصوا كل دي ماشينز. وبعدين عندنا هنا في كل ده جيم. بصوا في فوط هنا ولوكرز، في اجهزه كمان، كمان. طب يا جماعه احنا بعد ما اكلنا يعني ايه كنا تعبانين جدا، فروحنا نمنا، وطبعا شكلنا باين علينا يعني لسه صاحيين من النوم يعني. وقعدنا بقى نشوف ايه اللي ممكن يتعمل. من ضمن الاكتيفيتيز اللي بتتعمل هنا ان هو في زي سيمينار كده بيعرفوكوا ايه مثلا من خلال القدم، نقط معينه في القدم. انا حسب شكل قدمك وطريقه مشيتك كيف يعني يمشي الواحد بطريقه احسن بحيث انه يخفف الالم على ظهره وعلى جسمه وعلى رقبته، يعني على كل عمود الفقري بتاعه. يعني احنا دلوقتي طبعا يعني عمالين نكتشف ايه اللي ممكن نعمله، بنحاول نقضي وقتنا كويس يعني بطريقه تكون ممتعه بالنسبه لنا. فمن ضمن يعني البرنامج الموجود هو السيمينار ده، فهنشوفوا ونقول لكم راينا اذا كان فعلا يستاهل يعني ولا ما يستاهلش الواحد يقعد يحضره يعني. ومن شويه رنا كانت بتحضر بامبر ليديز بامبرينج سيشن. ليديز بامبرينج سيشن هي مبدئيا دعايه للسيرفيسز اللي هن عم يعملوها والبرودكتس اللي هن بيبيعوها. وهنا برضه الذكاء برضه مع عاملين كده الموضوع ده اكيد برضه هنا يعني ان هو هيقول لك بعد كده طب ممكن اعمل لك مساج. قدم مساج، فوت مساج. صح. وفي المفروض روك كلايمبينج، المفروض برضه رايحين نعمل روك كلايمبينج النهارده. نعمل روك كلايمبينج وبعدين هنروح نعمل ايس سكيتنج. ايس سكيتنج وفي كمان واكتشفت كمان في سيرفنج. في سيرفنج عايز اعمل سيرفنج انا بصراحه. سيرفنج ممكن اروح عليه في اي وقت. وفي اسمه ايه ده ووتر سلايدز، بس الجو برد جدا بره. فظيع الجو النهارده الجو برد جدا عن امبارح. فالواحد يعني مش عارف هيعملها ولا لا، هنشوف بقى. خليكم معانا ونشوف. كمان لانه في نص المحيط دلوقتي. ايوه صح. بقى مؤثر صح. فهنشوف دلوقتي الدنيا عامله ازاي ونعرفكم. يلا الساعه دلوقتي 2 الظهر صح؟ طيب يا جماعة هلا هو بده ياخد صورة لأجر كل واحد فينا لحتى يعرف شو المشاكل اللي عنده. أنا أول واحد بفرط تجارب. يلا نروح. أنا أول فرط تجارب. So now you have to put the 1 foot on this mat and just keep walking how you walk normally. Okay. Walking forward. نعمل الإجر الثانية. ما اجت. في ايه؟ Okay. We have the same. We don't have enough time. I will finish all day. So just come closer to the pad. Okay. Put your feet walking. عم يعمل له اختبار بالانس. So now put the pressure on the ball of the foot and raise your one hip. This one? Just first stay normally. Stand normally. طيب عم يعمل له العلي اختبار البالانس. عم يجرب له هدول الضبان بسمون بالعربي، بالانجلش بسمون انسول. Lock your fingers. Punch your chest straight. واو. Very convincing. الهيسة اللي حطها بإجريه ساعدت كتير إنه تعطي بالانس. طيب يا جماعه احنا لسه دلوقتي مخلصين من السيمينار بتاع الفوت تريتمنت او مشاكل القدم نفسه، وفعلا حسينا الموضوع فعلا كان مفيد. الراجل فعلا كان عنده يعني خبره وكان بيتكلم بطريقه، هو مش دكتور بس اتكلم على كام نقطه كده فعلا حسيتهم انهم انترستنج جدا بالنسبه لي. حابب اقول لكم عليهم في السريع. القدم بيبقى اساس للجسم كله، هو اللي شايل الجسم كله، فلازم يكون عندك توازن في قدمك. في 4 نواحي، يعني في منطقتين من فوق ومنطقتين من تحت.
فاعلى القدم في ناحيه اليمين ناحيه الشمال، واسفل القدم في ناحيه اليمين ناحيه الشمال برضه. فلازم يبقى في توازن ما بينهم هم الاربعه، الا هتحس ان انت جسمك مش متوازن فوق، فهيأثر على العمود الفقري، فهيأثر على ظهرك، فهتلاقي في مشاكل بقى بتحسها، هتلاقي في بقى وجع في ظهرك، وجع في رقبتك، كل الحاجات دي ممكن سببها يعني في الاخر هو القدم يعني. طيب يا جماعه دلوقتي جه وقت الغداء، فعندنا في الغداء عندنا محمد جزر، وده طبعا انا بحب ده جدا، ده سويت بوتيتو بطاطا. يا سلام. بطاطا يا جماعه العب. هنا عندنا اكل هندي. خلاص ده كان بيعمل لحمه، بطاطس، مكرونه، سمك، ممكن ناخد لنا سمك. طب يا جماعه احنا لحقنا الاكل على اخر لحظه، على اخر كام دقيقه، وده الحاجات اللي احنا جبناها: ريد فيلفت، بطاطا وسمك، بطاطس وبرجر، ماك اند تشيز، وبات تاي اكل تايلاندي، وانا جبت تونه. في معلومه حلوه قوي حابب اقول لكم عليها، انه البطاطا من الحاجات اللي بياكلوها المعمرين، الناس اللي بتعيش فتره طويله جدا من حياتها بتوصل البطاطا حلوه، مش البطاطا اللي هي مش الفرنش فرايز يعني، مش البطاطس يعني، البطاطا. تمام؟ احنا بنسميها بطاطس، انتوا بتسموها بطاطا. هنقول بطاطس. انتوا بتقولوا بطاطا اثنين بطاطا يعني، بطاطا حلوه وبطاطا عاديه. ماشي. يبقى البطاطا يا جماعه اللي احنا عارفينها المصريين، البطاطا الحلوه اللي انتوا عارفينها السوريين وباقي الدول العربيه. شفنا انا ورانا برنامج حلو قوي على نتفليكس، كان بيتكلم على واحد كده بيعمل مقابلات مع الناس اللي هي المعمرين، الناس اللي بتعيش بقى لغايه عمر مثلا 110 سنه او اكتر من كده كمان. معظمهم الحاجه اللي كانت كومن ما بينهم، الحاجه المشتركه ما بينهم ان هم بياكلوا بطاطا حلوه. البطاطا حلوه فعلا يعني، صحيه جدا، واحسن واحد ياكلها من البطاطس. هاي البطاطا مو لإلك على فكره، هي بالعكس. طبعا هاكل منها برضه يعني، بس انا بقول يعني طبعا جبت بطاطا بقول لكم يعني حبيت زي البطاطا الحلوه الهيلثي المشويه، زي البطاطا مقليه. طيب مين اللي جابها؟ انت جبتي بطاطا ولا انا جبت بطاطا؟ انت قلت لي عايز او تجيبي بقى، انت جبتي ماشي، قلت خلاص، بس انا البطاطا حلوه يعني، ما كنتش عارف البطاطا حلوه. طب يا جماعه احنا خلصنا دلوقتي الغدا، والحمد لله لحقنا الغدا على اخر لحظه، والاكل كان حلو جميل يعني. اللي عايزين تاكلوا كله سمك، كله تونه وبطاطا حلوه قوي كده، وبرجر وبطاطس برضه كانوا حلوين عادي يعني. قشطه، الحاجات العاديه قشطه يعني، دي الحاجات اللي انتوا المضمونه يعني احنا بناكلها يعني. والماك تشيز كانت حلوه، والبات تاي كمان كانت حلوه. تمام، احنا الحين على اخر لحظه يعني، فالاكل كان بارد شويه بس تمام. دلوقتي احنا رايحين بقى نشوف ايه مساج، نعمل مساج سيشن. فتعالى نشوف المساج هيحصل فيه ايه. نشوف المساج ده هيبقى قد ايه. الناس دي كلها واقفه في المساج. هلو، الناس دي كلها مستنيه المساج. ده المساج ده دلوقتي في مساج سيشن. طب يا جماعه طبعا في طابور دلوقتي، طابور يعني طويل عشان المساج الرقبه، تقريبا بيعملوا مساج للرقبه. فكنت بقول لكم يا جماعه على موضوع فود سيمينار يعني، بيعمل لنا زي عرض مثلا او زي برزنتيشن يعني، بيكلمنا فيها عن القدم نفسه، ازاي القدم من خلال القدم تقدر ان انت تعالج ظهرك وتعالج امراض كثيره جدا. مش تعالج، ان انت تمنع ان انت يحصل يعني اصابه في ظهرك او يحصل اي مضاعفات في ظهرك او في العمود الفقري، لان الانفراستراكشر الاساس هي رجلك يعني. رجلك هي اللي ثابته على الارض، ورجلك هي اللي شايله الجسم ده كله، شايله العمود الفقري، شايله العضلات كلها اللي فوق. حتى في الجيم دايما اكتر تمرين مش بحبه اصلا الرجل، مع انه هو اهم تمرين اصلا. الرجل دي هي اللي هتشيل العضلات اللي فوق دي كلها. عمال تبني عضلات فوق وسايب رجلك اصلا مش بتبنيها يعني، عمال تحمل حمل كبير قوي، واصلا الاساس اصلا ضعيف. فتخيل يحصل ايه؟ يحصل ان هو ايه، يتكسر على طول يعني، هيحصل على طول خلل، على طول هتلاقي هيحصل عدم توازن. الارضيه الثابته او الانفراستراكشر يعني. خلينا ناخد برد، جو برد جدا، ثواني عشان الواحد برد جدا بصراحه. ف يعني تخيل لو انت الاساس مش مبني كويس، الاساس مش قادر ان هو يتحمل الوزن اللي عليه ده، بالتالي القدم هو الاساس. فهو كان بيورينا ان القدم ليه يعني، قدم عامل زي المربع كده بالظبط. فعلى القدم عندك اليمين، وبعد كده عندك الشمال، وبعدين عندك تحت برضو اسفل القدم عندك الشمال وعندك اليمين. فلازم يبقى انت عندك توازن، لازم يبقى انت رجلك ثابته على الارض في كل النواحي ديت، بيسموها ارك.
فلازم الفور اركس دول كلهم يبقوا صح، يبقوا مظبوطين على الارض. هو عمل معايا ديمونستريشن زي ما انتم شفتوا كده، ان هو قال لي اقف، بدا يحط ضغط لايدي كده بحيث ان هو يشوف التوازن هيعمل ازاي، وانا كنت فعلا بلاقي نفسي ان انا بنحني لقدام، ولما جاي اعملها برده على ورا ظهري بالظهر برده لورا، برده حسيت ان انا بنحني لورا يعني، او مش عارف اظبط توازني وهرجع لورا هقع لورا يعني، فرجلي مش ثابته على الارض، قدمي مش ثابت على الارض كويس. فجاء حط البتاع اللي هي البلاستيك دي، حطها تحت رجلي، وجا وقفت نفس الوقفه تاني، وفعلا حسيت باختلاف. الموضوع ده فكرني بايه؟ الموضوع ده فكرني بايام كيو نت، لما كنت معايا الشي بندنت اللي هي السلسله دي، عارفينها يا جماعه بتاعت كيو نت الشي بندنت دي، لما كنا نيجي نعمل برضو الموضوع ده على الناس، نقول لهم مثلا اوفوا، فبرضو نعمل نفس الحركه دي بالظبط، نقول له اول حاجه اوف عادي خالص، وما نحطش لما تلبس الشي بندنت، وبعدين نيجي خليه يلبس الشي بندنت، فبعد كده يجي فعلا نعمل نفس الحركه، يفضل برضو ايه في توازن. تمام. فاي حاجه ليها علاقه بالطاقه، ليها علاقه بالماتيريال اللي حاطينها، بالمواد اللي حاطينها في السلسله ديت، نفس الحكايه هنا. بس هنا الموضوع فعلا حسيت ان هو مغزي فعلا، يعني الواحد عنده مشكله في الموضوع ده. انا كمان عندي مشكله في الشغل، عندي ان انا بشيل حاجات كتير، بقى بيحصل لي اصابات. بقى لي فتره كده باجي اغسل المواعين الاقي وجع بيحصل لي في ظهري كده، بحس كهرباء من فوق هنا شويه، وبحس برضو ساعات كده زي عند القدم كده، بحس ان في كانها منمله، عارفين لما تحسوا كده كنبضات كده بتحصل من بطن القدم يعني، او حتى على الصوابع نفسها بتاعت القدم يعني. فشكل الموضوع ده لازم الواحد يحله يعني. فهو حاسس ان الحاجه دي مفيده، بس الفكره بقى ان هي طلعت ثمنها كام؟ طلع ثمنها $199، يعني الواحد عشان يشتري واحده $199. فقولوا لي يا جماعه لو انتوا الموضوع ده بالنسبه لكم بتواجهوه انتوا كمان ولا لا؟ قولوا لي انتوا شايفين الموضوع ازاي برضو من وجهه نظركم، مين فعلا كان حصل معاه قبل كده موضوع الشي بندنت ده، او فكره موضوع الشي بندنت ده ايام كيو نت وبس يعني. فاحنا دلوقتي مستنيين الطابور، هنرجع تاني اشوف رنا خلصت ولا لسه ما خلصتش، نشوف موضوع المساج ده ونشوف هنعمل ايه النهارده لسه. انا مستغرب بس الناس دي ازاي كلها في الميه يعني، مستغرب، الجو برد جدا. طب يا جماعه احنا دلوقتي في الايس رينك في استوديو بي ايس رينك، هنلعب دلوقتي سكيتنج زي الناس ديت. هنا اصلا بيعملوا الشو بتاع باليه. احنا let's do it. جا دورنا دلوقتي يا جماعه، يلا بينا. بيعقموا الحاجات كلها يا جماعه، بيعقموا كل الكوزات. ثانك يو. عقموا 7 or 8. You don't have 7.5, right? So 8. بصوا الجزم اهي كمان. سكيتنج يا جدعان. اهلا اهلا. هي المشكله الارض يا جماعه ان هي ايه يعني مش مظبوطه كويس الارض، فتزحلق. بصوا عامله زي الارض مش بتساعدك انك تزحلق كويس. No electronics on the ice, please. No cell phone, thank you. يلا يا بطل، كنت بترقص ايه؟ ما عملتش حاجة، بصورك. رجلي وجعاني قوي. طب يلا يا جماعة أنا الموضوع بجد بالنسبة لي مش عارف في ايه. فجأة وجعاني عند الحوض كده، عند الكلى كده أو عند الحوض. Yeah, I'm done. I was going to give it to go. I was going to give you now. I'm sorry. مش عارف في ايه بجد. فجأة حسيت بوجع فظيع جدا عند الحوض كده. حسيت ان انا مش هقدر ان انا اكمل، وعارفين ان تحسوا بشلل كده ان انتوا خلاص مش قادرين تعملوا اي تمشوا اصلا، وخفت لا يأثر على ظهري يعني، فما كملتش ووقفت. لكن رنا مكمله لسه، مش عارف في ايه. تقريبا السكيت تقريبا خلاص كبرت، عجزت. رنا اهي. برافو. مع اني يا جماعه يعني بجد انا بحب السكيتنج جدا يعني، انا يعني عشقي السكيتنج. كنت بروح ليجر لاند في دبي، كنت بروح دبي مول دايما يعني دبي مول كنت بروح اعمل سكيتنج دايما، كنت بحب قوي ده. حتى في مصر كنت بروح اسمه ايه ده، جرينا مول وسراج مول برضو. فالسكيتنج حلو يعني، بس ما اعرفش في ايه، حد عنده تفسير للي حصل ده؟ فجأة وانا بلعب بجد يعني جنابي الاثنين خلاص مش قادر بيهم، حاسس ان هم كانهم
خلاص عارفين الكلام اللي كنت بقول عليه ان انا بقول على القدم اللي هو اللي بيتحمل كل الجسم. حسيت فعلا ان انا جسمي كله هينهار. حسيت ان ضهري هيتاثر، بس الحمد لله يعني الواحد كده تمام يعني. فحسيت ان انا مش قادر خالص العب، فمسكت الدرابزين وقعدت ان انا افضل امشي معايا الدرابزين، فضلت ماسكه لغايه او الترابزين فضلت ماسكه لغايه ما دخلت يعني. بس دلوقتي احنا المفروض كنا اصلا رايحين روك كلايمبنج، بس جينا هنا 20 دقيقه. هو بيدوك 20 دقيقه مجانا، تيجي تلعب هنا 20 دقيقه، بيدوا كل واحد 20 دقيقه، بس لازم تحجز قبليها قبل ما تيجي هنا. فدي من ضمن النشاطات اللي انت ممكن تعملها هنا، انك تيجي تعمل سكيتنج، وفي نفس المكان برضو بيعملوا شو فيها، في ناس بتعمل شو سكيتنج كده بيبقى حلو قوي. شفناه امبارح كده على السريع انا ورانا، ممكن نيجي نشوفه النهارده بالليل لما اوريك الشو ده يعني. قولوا لي يا جماعه مين بيحب يلعب سكيتنج، ولا بتحبوا تلعبوا سكيتنج؟ بتلعبوا سكيتنج فين بالظبط؟ لو حد عارف المشكله اللي حصلت لي النهارده كانت مشكله ايه ما اعرفش، بس انا حسيت ان السكيت نفسه يعني اول مره احس الاحساس ده بصراحه يعني. بس تقريبا انا عندي مشكله في خوفني الراجل قال لي انت عندك سياتيكا، عندك عرق النسا يعني، عرق النسا مش النسا، عرق النسا. فالموضوع ربنا يستر يعني، مش عارف في ايه، ان شاء الله خير. يلا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه ونعرفكم. رنا رجعت ايه الاخبار؟ ايه الشعور؟ خلاص بلشت اتزحلق شوي. حلو. لا بلشت كنت تقعي؟ طب الحمد لله انك انت جيتي. ما تعبت حالي. انا حسيت ان انا جسمي عارفه اللي كنا قايلين عليه النهارده ده في السيمينار. حسيت كده بالاحساس ده ان انا مش عارف جسمي احمله على رجلي. الساعه دلوقتي يا جماعه بالظبط 5:15، والواحد جاب ده بيقفل بالظبط 5:30. بيعمل كاسديه حلوه جدا، فراخ بالجبنه فظيعه، العيش التورتيه بتاعها، وناتشوز فراخ بقى وكده والحبشتكنات دي كلها. فالاكل المكسيكي ده تلاقوه موجود هناك خالص هناك. ده هنا على طول، ده بيبقى فاتح من الصبح على طول، من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 5:30 بيبقى على طول فاتح. تمام؟ زي ما شايفين دلوقتي الفيو الجامد ده والاجواء عامله كده. انا رحت اجيب ايس كريم، وانا دلوقتي عملت الطبق الجميل ده وطعمه حلو جدا. امبارح برضه اكلنا منه. طب يا جماعه المفروض دلوقتي اصلا كان في كومبيتيشن للروك كلايمبنج، تسلق الجبل يعني وكده. فللاسف احنا جينا يعني على الميعاد وكل حاجه، بس بيقولوا لازم تيجي قبلها بربع ساعه ولا نص ساعه عشان تكتب اسمك، عشان خلاص الكومبيتيشن اتعملت يعني. فكان رخم قوي الراجل يعني بصراحه، فما عرفتش اعملها روك كلايمبنج. بس بكره ان شاء الله حاجه اعملها الصبح، بتاع من 9 الصبح، وفي يعني 9 الصبح لحد الساعه 10، وفي من الساعه تقريبا 4 لحد 7. فهشوف حاجه امتى وهعيشكم معايا المغامره. اوريكم دلوقتي الكلايمب عامل ازاي. ده روك كلايمبنج، بصوا يعني حاجه جامده والله. بعدين هنا بصوا في بينج بونج، بعدين في باسكت بول، بعدين في بصوا العاب مائيه بقى، زحاليق زحاليق. فهوريها لكم برضو بكره، وفي سيرفنج كمان. فبكره ان شاء الله هنعمل الحوارات دي كلها، اللي هو الفيديو هيكون الفيديو الثالث، عشان النهارده ملحقتش اعمل كده. اصلا يا جماعه لو دلوقتي تتخيلوا الساعه كام والمنظر اللي انتوا شايفينه ده الليل ده. عارفين الساعه كام دلوقتي اصلا؟ 5:30. الساعه 5:30 يعني 5:30 تحس احنا ايه يعني 10 بالليل مثلا. ف هنشوف هنعمل ايه دلوقتي، شايفين هنعمل ايه. هي المشكله شويه الواحد بيحس بملل بقى، مش عارف يعني في المركب خلاص انت كده عملت حاجه تتعمل. لا طبعا اكيد مش بحس بملل انت معانا. بصوا يا جماعه الناس دي كلها جبن. لا بورك. سلطة نفس الفاكهة. طيب انا عشان يا جماعة واكل فهاخد لي الديزرتس. ده بينا كولادا، خدها. جرب الكوكونات دي. الكوكونات برضو.
كوكونات لاير كيك. كوكونات دي حلوه قوي، كوكونات كوكيز دي. ايه تريسليتشز دي؟ كراميل، كريم كراميل يا جدعان. عليه بوب كورن كراميل. هيقع. طيب احنا اصلا لغايه دلوقتي مفيش مكان نقعد فيه اصلا. في جيلي، بس الجيلي معمول من دهن الخنزير فما شفتوش. ده ابل كرامبل عايز قد ايه؟ مع فانيليا. حط كتير. طب يا جماعه بعد ما كان العشاء كنا مروحين جدا فنمنا مش عارفين ايه حكايه النوم معانا بجد، يعني بننام نوم مش طبيعي. الواحد بيحس حاله ضايق. الواحد بيحس ده حاله دايخ، واصلا دلوقتي واحنا بنتكلمكم حاسين ان احنا يعني بنتمرجح يمين وشمال، وحاسين ان احنا بنغرق، يعني حاسين كده المركبه بتغرق يعني. بس ده امر طبيعي يعني. المفروض اصلا بتحط زي حاجه كده تحت الودان كده، زي بلاستر كده بتحط تحت الودان بيمنعك انك تحس الاحساس دوت يعني. بس احنا ما عملناش الموضوع ده فبنحس الاحساس ده، فاحساس حلو يعني، احساس مختلف كده جميل يعني. مش محتاج تبقى سكران يعني، تحس انك سكران تحس انك سكران من غير ما تشرب يعني. غير انه بتحس دايما انه في شيء هيك عم بيشوف. ايوه في جرافيتي زياده شوي. صح بالظبط. فالساعه دلوقتي 10. احنا كنا المفروض في نفس المكان اللي كنا اتعشينا فيه امبارح كنا المفروض نتعشى فيه، بس طبعا يعني كنا خلاص مش قادرين خالص، او كنا المفروض هننام ونصحى يعني نتعشى، بس راحت علينا انا ما النومه. اتعشيت بصراحه، انا بس فواكه بالظبط. على اساس انه نروح ناكل بالمطعم بس كسلنا. فالحلو بالموضوع انه هون حكيت لهم انه في هون فينا نطلب البيتزا اللي بدنا اياها. لا قومي. شو اسمه هذا المطعم؟ هذا اسمه برومينيد. برومينيد. هذا الكافيه برومينيد بالطابق الخامس، الكافيه اللي بيفتح 24 ساعة. فحلو الموضوع انه تقدروا تطلبوا. العادي عندهم البيتزا بيبروني وجبنة بس وهيك اوبشنز يعني محدودة. فلما طلبنا منهم يعملوا لنا بيتزا لنا مخصوص يعني عملوا لنا. محترمين وافقوا يعني. بس هو بيبقى كل يوم بيبقى فيه يعني تنوع. يعني امبارح مثلا ما كانش فيه فراخ خالص، النهارده مثلا بقى فيه فراخ، فكانوا عاملين باربيكيو فراخ، فاعتقد بقى يعملوا بقى فراخ مع خضروات مع جبنه. قلت كده؟ طيب ماشي. فعملنا يعني زي ما رنا قالت البيتزا دي عملنا لنا كاستمايز لينا يعني. بس فاحنا دلوقتي مستنيين ناكل البيتزا وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بيتزا جت اهي مع الكلام. تعال نشوف البيتزا. Hello. Thank you. It's fine. Thank you so much. بيتزا ايه؟ ناخد البيتزا نوصلها. وعندك احلى بيتزا. يا سلام. يلا بينا. الجامدة دي احط بقى ده في كل حتة. عشان ما اكلش منه. ها ما شاء الله. عايز بتاع ده؟ ايه ده؟ فلفل؟ لا اوريجانو. اوريجانو بحبه. يلا بسم الله. جامدة. حاجة شغل فاخر من الآخر يعني. ثينك راس امشي. نديها 9 من 10. هناكل دلوقتي بيتزا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنشوف بقى هنعمل ايه يعني. الساعة 10 طبعا واحنا نمنا كتير فعايزين نسهر. وبكره المفروض رايحين كاتالينا استكشاف برضه. بكره بقى هتبقى مغامرة. هنروح أول مرة جزيرة هنكتشفها مع بعض إن شاء الله بكره الجزيرة بقى. ف stay tuned. خليكم معانا. دول الناس اللي كسبوا دول. And ladies and gentlemen, conclude all of our promotions tonight. Thank you for being part of our hot seat. Tomorrow night we'll have our nightly bonus draw at 10 p.m. and then at 10:30 our one bet raffle where you can win.
كانت تدور على البوي فريند بتاعها، طلع ما عندهاش بوي فريند اصلا. بص قاعده بترقص لوحدها فين؟ هناك قدام. عاملين دلوقتي يا جماعه ديسكو. ده السكيتنج اصلا كنا فيه انا ورانا من شويه. بصوا يا جماعه القعده دي تحفه. بصوا انت في دور 14 انت باصص على كل حاجه من فوق. اصلا هنا بيعملوا ساعات برضه حفلات هنا، وبيعملوا كومبيتيشنز. كانوا عاملين ارشري كومبيتيشنز، اسهم سهام وبتاع. سهام صاحبتي. وهنا في سويت لاونج هناك. ده حلو قوي. بص القعده جميله ازاي، بص المكان جامد ازاي. المكان بتاعنا انا ورانا مفيش حد معانا لوحدينا خالص. كنت عايز اقول لكم يا جماعه ان هنا بيبقى فيه بيعملوا لكل فئه من الناس بيعملوا لهم اجواء ليهم. فلو انت LGBTQA+1 او +2 فبيعملوا هنا لكل الناس، يعني مش بيزعلوا حد. انتوا اهم حاجه تبصوا على الابلكيشن، وهتلاقوا الابلكيشن بيعرفكم كل حاجه. يعني في الابلكيشن موجود المواعيد لكل حاجه. بس طبعا يعني المساج والحاجات دي كلها بيخليك تيجي تجرب، بس عشان يخليك بس انت تتحمس يعني ان انت فعلا تدفع فلوس عشان تعمل الحاجات دي. يعني هي بتقولكم اصلا بصريح العباره انه هي رح تعملكم سايد واحد والسايد التاني علشان فلوس. يرتاح، والسايد التاني عشان ترجعوا للسايد التاني. بالظبط. وهي بالظبط دقيقه مثلا. ايوه. بس حلو يعني. بالظبط، يعني شوق ولا تدوق. كلهم الشغلات السيمينارز وهيك مكتوب عليهم سيمينارز، هدول مشان يعني يعرفوكم شو الخدمات اللي هن بيقدموها، بيكونوا عم يعملوا دعايه يعني وعاملين اسمه ايه ده كيك ديكوريشن ب 45 دولار 45 دقيقه. وفي سوشي برضو ميكينج سوشي برضو بيعلمك ازاي تعمل سوشي برضو 45 دولار برضو 45 دقيقه. فيها ايه تاني حاجات اللي كنت تعمل الانترستنج هنا. في بقى سيرفنج، عايز تتعلم سيرفنج ب 500 دولار لو انت عايز تتعلم سيرفنج. 550 دولار عايز تتعلم سيرفنج. فبس يعني دي حاجات حلوه. بس هنكتشف لسه بكره هنعمل ان شاء الله روك كلايمنج وسيرفنج. دلوقتي بقى هنقعد نلعب انا ورانا اتوبيس كومبليت تقريبا ولا حاجه. هنسلي نفسنا. شو هاي؟ اتوبيس كومبليت اللي انت الف تقولي ايه بحروف الالف. حيوان جماد نبات. اسم حيوان جماد نبات بلاد. هو هنا يا جماعه المشكله يعني الجو. هو طبعا الجو هنا يعني هو على حسب طبعا انت جوكوا ايه. فممكن انت مثلا تحس ان انت الجو ده مش جوك، فبتبقى عايز تعمل حاجه تانية مختلفه. بس عادي الواحد ممكن يتصرف، يعني ممكن يعمل كذا حاجه مختلفه. في اجواء لكل الناس. بالظبط. يعني في كتير بقى في كل حته بيعملوا حفلات وبيعملوا رقص وبيعملوا. ما شفنا الهوت توب هلا انه بدنا نروح. ممكن نروح الهوت توب. الواحد يقعد في الهوت توب. طب يا جماعه كده يبقى خلص الفيديو التاني لينا. بكره ان شاء الله الفيديو التالت بقى. فبكره هيبقى في مغامره كتيره جدا ان شاء الله. هنروح كاتالينا وهنستكشف مع بعض ان شاء الله. اتمنى تكونوا اتبسطتوا النهارده معانا في اليوم. وقولوا لنا ايه اكتر حاجه عجبتكم النهارده في اليوم. ولو اول مره بتشوفونا هي رنا وعلي. لو الفيديو عجبكم مش هنوصيكم باللايك والشير والسبسكرايب. لو ما شفتوش الفيديو الاول هتشوفوه هيظهر فوق هنا. ونشوفكم ان شاء الله بكره على خير. مع السلامه. باي.